ايه معلم، طمني، عديت المصاري كاملات؟ هي حق السيارة صار بين ايديك. ايه تمام، وصولي المصاري. الله يعوض عليك ويرزقك، الله يبارك فيك. تعرف انت السيارة هالايام واحد كتير بيعتازها، بيشتغل عليها، له كتير شغل عليها. السيارة اليوم ضرورية، انا لو مالي مضطر بيع اصلا ما عم بيع. مين عم بيتصل؟ السلام عليكم. الحمد لله بخير. ايوه. والله. يلا بسيطة. معلم، مفاتيح السيارة معك؟ لسه ما اعطيتني اياهم مزبوط. خلاص خليه معك، ويا ريت تعطيني المصاري لانه انا بطلت اشتري السيارة. شو ترجع ما ترجع حبيبي؟ احنا كتبنا العقد والبيع تم، وانا مصرياتي معي وسيارتك معك وخالصين. شو ترجع؟ خلاص حبيبي، شو هالحكي؟ خجلتنا اصلا، ما عاد لك حق ترجع خالص، امور خالصة، انا ما بدي ارجع. ومين قال لك انه انا ما بيطلع لي ارجع؟ الم تسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. بالخيار يا حبيبي يعني انا وياك الان كل واحد من بيناتنا له حرية فسخ العقد ما دمنا في نفس مكان الذي تبايعنا فيه. ومثاله رجل باع لرجل اخر سيارة ب10,000، فما داما في مكان العقد ولم يتفرقا فلكل واحد منهما حرية فسخ العقد ما لم يتفرقا، إن شاء البائع فسخ العقد أو إن شاء المشتري فسخ العقد. وهذا من نعمة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كانت السلعة عند غيره أحب وأراد أن يحصل على هذه السلعة، فإذا حصل عليها فلربما تزول رغبته عنها، فجعل الشارع له الخيار لأجل أن يتروى ويتزود بالتأني والنظر. فما دام البائع والمشتري في نفس المكان لم يتفرقا فهما بالخيار، وإن طال المجلس وإن طال الوقت، ولو بقيا 10 ساعات. يعني بس المتعارف عليه بمجتمعنا انه هذا فصل ناقص، يعني ما حلو ينعمل اصلا. دائما يا حبيبي خلي ببالك، مجرد ما حكم الشرع العرف كلياته بتشيل اياه على جنب، لا عرف ولا شيء. طالما في حكم شرعي بطل العرف.